بسم الله الرحمن الرحيم. ويا بارئ النفوس اللهم يا سامع كل صوت، ويا بارئ النفوس بعد الموت، يا من لا تشتبه عليه الأصوات، يا عظيم أيها الأحبة في الله، والذي يتأمل ويتفكر في الأسرار الباهرات والآيات المعجزات والمخلوقات يدرك عظمة رب البريات سبحانه. في صحيح ابن حبان أن عبيد بن عمير سأل أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها فقال: يا أم المؤمنين، أخبرينا بأعجب ما رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبكت رضي الله تعالى عنها، تذكرت حبيبها بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. قالت: كان أمره كله عجبا. ثم قالت: لما كان ليلة من الليالي قال لي: يا عائشة، ذريني أتعبد الليلة ربي. قالت: يا رسول الله، والله إني لأحب قربك وأحب ما يسرك وأحب أن تعبد ربك. تقول: ثم توضأ واستقبل القبلة ثم صلى. تقول: ثم أخذ يبكي عليه الصلاة والسلام. تقول: ثم ركع وما زال يبكي حتى بل حجره بدموعه. تقول: ثم سجد وما زال يبكي حتى بل الأرض بدموعه عليه الصلاة والسلام. تقول: وما زال يبكي حتى جاء بلال رضي الله تعالى عنه ليؤذن الفجر، فرآه على تلك الحال يبكي، فقال: يا رسول الله، لم تصنع هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ يا بلال، نزلت علي الليلة آيات ويل لمن قرأهن ولم يتفكر فيهن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. فالذين
فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. آيات أبكت محمد عليه الصلاة والسلام بأبي هو وأمي. أحبتي، كم جلسنا في يوم وتفكرنا في خلق السماوات والأرض، تفكرنا في هذه السماء بغير عمد ترونها، من رفعها؟ في هذه الجبال من نصبها؟ في هذه الأرض من بسطها وذللها وقال فامشوا في مناكبها؟ اللهم يا هادي المضلين ويا راحم المذنبين ويا مقيل عثرات العاثرين، نسألك أن تلحقنا بعبادك الصالحين الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.